السيد هذا خوتي، هذه الصورة هذه حدثت في وقت الاستعمار العربي تبسي، داروا له هكذا الاستعمار الفرنسي. كثير من الشباب حذوا حذوة العربي تبسي، يعني صرا لهم بعد 60 سنة استقلال كما دارت فرنسا العربي تبسي، دار لهم النظام الجزائري والقضاء الجزائري. درك السؤال المطروح، كل مرة يطلع لك واحد في فيديو هنا في تيك توك وش دار فيه القضاء الجزائري، واحد داولو مرته، واحد قاضي، تخيل قاضي يديلك مرتك، قاضي يديلك دارك، يديلك أرضك، يديلك رزقك، يتلاعب في قضية تاع ورث هكذا يتباع ويتشرى. علاش القضاء عندنا حنايا شغل فرعون ما يقدر حتى واحد يحاسبه؟ علاش؟ أنا نجاوبك. لأنه القضاة حاكمين دي ذاته في كل ولاية تلقى القاضي والنائب العام يعني عنده ملفات على قائد الناحية العسكرية، على قائد الأمن، قائد الدرك الوطني، الوالي، ولاده، نساهم، يعني أبنائهم، قاع حاكمين عليهم قضايا. يتسمى شغل القاضي ما تقدرش تدنا له. علاش؟ لأنه أصلا هو العلبة السوداء للمسؤولين، حاكم ملفات وفساد ضخم جدا يخرب فيه أي مسؤول، راح يكشف فساد المسؤولين وراح يقول لهم باللي ماشي غير أنا اللي فاسد، حتى فلان وفلان وفلان وفلان. ويقدر حتى راهو مخلي الملفات هذوك عند ناس مجهولين، حتى إذا تم سجنه ولا كذا منا يعطي الضوء الأخضر لفضح تلك الملفات، ويتفضحوا كثير من أبناء المسؤولين والولات واللي راكم تشوفوا فيهم لابسين كوستيمات وفي السلطة. على بها القضاء في الجزائر جايين شغل فراعنة يعني. تسمى الشعب الجزائري عايش لا ميزار. علاش؟ والشعب الجزائري راه يتهين فيه فرنسا ويهينوا فيه بعض الدول. فرنسا كي تهيننا، علاش تهيننا اسكو حنايا شعب نستاهل الإهانة؟ تهيننا لأنه المسؤولين الجزائريين يعني أهانوا الجزائر، يسرقوا في أموال الشعب ويحولوا فيها لفرنسا، ويتمنوا أنه فرنسا تخليهم يدخلوا الأراضيها ويشيروا فيها شقق وعقارات ويهربوا لها في الأموال والذهب. يعني السؤال المطروح، هذه البلاد اللي رانا عايشين فيها وبلاد الغرب، ليش يعني عايشين هذا الفخفخة والرغد؟ وتشوف أوروبا عايشة زاهية. علاش؟ بسبب العدالة. علاش ما عندناش عدالة في بلادنا؟ ما فهمتش أنا. تلقى قاضي في عمره 60 سنة ولا مانيش عارف أنا 70 سنة، يعني طامع في 1000 مليار و2000 و3000 مليار. شحال راح تعيش انت؟ شحال راح تعيش انت؟ قاضي تدعي أنك مسلم ومحلف على كتاب الله، والقاضي الفرنسي والقاضي الإنجليزي ما هو لا محلف على كتاب الله، ما يأمن بربي، ما يأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وما يحقركش عادي. هاني عايش في بلادهم، عاطيني دار وعايش لا بالفي والحمد لله، والقاضي أنصفني وكذا. يعني علاش حنايا شفنا قضاة يعني ما يأمنوش أصلا برب العالمين وعندهم الرحمة والإنسانية والعدالة فوق كل شيء، وانتوما يا رب العالي علاش عايشين الشعب في تخلي شاب في مقتبل العمر ناشط جمعوي؟ هذا ناشط جمعوي، فيديوهاته كلها مساعدة للمحتاجين وكذا، تسلط عليه القضاء الجزائري. وكثير رانا شفنا كثير من القضايا هنا في تيك توك خوتي، كثير من القضايا. مرأة هذيك الميغرية اللي كانت هنا في تيك توك واختفت، مش عارف بالك كش ما داروا لها، وهذاك اللي داولوا مرته، وهذاك اللي داولوا وليده، وكاع القضاء قضاة مافيا عراية، قضاة يعني تحسهم يعني ما عندهمش ميثاق شرف، ما عندهمش شرف، ما عندهمش خطوط حمراء، طاغيين. وخاصة بعد مجيء تبون أصبح القضاء الجزائري يعني إيفولش، شياطين. علاش؟ وخوتي نتمنى تبارطاجيو الفيديو لأنه راح يتسينيال هذا الفيديو هذا. لما يخرج وزير العدل يدافع على شخص فعل في 40 طفل، يقول لك ما عندكمش الحق تهضروا فيه لأنه واحد مشكى به. يا ودي هاهم الفيديوهات، هاو السيد هاو جاب الأدلة، راهو يقول لك الفيديوهات لا نعد بها، والقضاء ما يديش فيديوهات، لازم يجوا يشكوا به وكذا. انت علاش راك تدافع على واحد فعل في 40 طفل جزائري؟ نورمالمون انت الدولة، انت وزير العدل يدافع على واحد فعل في 40 طفل. علاش؟ لأنهم هما كذلك يديروا نفس الشيء، هما أولادهم يديروا نفس الشيء. والقايد صالح يا أخي كان يعني يدير نفس الشيء، هما يديروا نفس الشيء. على بها يدافعوا على أي واحد خارج عن القانون، إلا الضعفاء واللي ما عندهمش الكتاف واللي ما عندهمش كذا يشهروا بهم في التلفزيون العمومي. أما إنسان
قاضي، واصل، جنرال، قائد ناحية، كذا منا، حلال عليهم حرام علينا. حلال عليهم المطارات، حلال عليهم إخراج الأموال، حلال عليهم يحولوا أموال الجزائريين للخارج، حلال عليهم يحولوا العملة الجزائرية للخارج، حلال عليهم كلش. ما يوقفوش أمام القضاء، حلال عليهم كل شيء. يخرجوا من الحبس براءة. تخيل تا واحد يدخل بابور تاع كوكايين يخرج براءة من الحبس. واحد يحكموا عنده بونته تاع زطله يضرب عامين حبس. هاولي تبون. يعني علاش وصلنا لهذا المستوى هذا؟ نقول لك علاش. لانه كاين ناس يدافعوا على هذا المظلوم، على هذا الطغاة والظالمين هذا. كاين ناس باللحيه والقميصه، باللحيه شيوخ هكذا، سلفيه هكذا منا، صوفيه وبوسبوع والجهال يدافعوا على هذا الطغاة هذوما. يقول لك عنده الحق، ايه راني مع فلان، راني مع الجنرال الفلاني، الظلم زيد دير كذا. من علاش؟ هو فقط لانه ما لحقوش الظلم هذا وما وصلش انه يفكر يحرق روحه. مازال ما وصلوش الظلم هذا. وبالك تلقى عباد حرقوا روحهم كانوا كذلك يدافعوا على النظام. ومن بعد وصل الى درجه انه وربي سبحان الله ربي يجازي اي انسان بافعاله في الدنيا قبل الاخره. راك تدافع على النظام هذا، والله راح يجي نهار اللي يلحقك ظلم هذا النظام هذا وطغيان هذا النظام هذا. تتفتفت جلدك، يتفتفت وتحرق روحك فقط هروبا من ظلم النظام هذا. علاش ربي مسلط علينا هذا الناس هذوم؟ وعلاش ربي جعلهم جاثمين فوق قلوبكم ومعيشينكم لا ميزار؟ علاش؟ لأنه فئة كبيرة من المجتمع خايفين منهم ويدافعوا عليهم وينصروهم. لهذا السبب روح قول في أوروبا لو كان واحد يحرق روحه كما هكذا وش يصرى في أوروبا. تخيل واحد، تخيل الصورة هذه كانت في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا، وكان هذا المواطن بريطاني ولا فرنسي ولا ألماني ولا إيطالي ولا إسباني. يا ودي أقسم بالله العلي العظيم ما يقعد مسؤول، والله يخرج الشعب عن بكرة أبيه. القاضي يروح للعدالة، ما يقعد حتى واحد. وراكم شفتوا قضايا هذاك تاع في الأمريكان في كثير من الدول، كان شعب حي لا يرضى بالظلم. احنا شعبنا بالعكس يشوف باللي هذا يستاهل، والقاضي بصحته يدي الملايير ويعيش الفخفخة والرغد. يا ودي شعب يموت على الظلم والعياذ بالله. على بها ربي مسلطهم علينا.